هذا هو الموضوع الآخر أو الأمر الآخر مما ضمنه ابن كثير رحمه الله هذا الفصل، وهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لينصروه ليبلغ دين الله تبارك وتعالى. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، لأن أيام الموسم يكثر فيها من يقدم إلى مكة إما حاجا أو أيضا لتجارة أو نحو ذلك، فكان يتحين المواسم التي يقدم فيها الوفود إلى مكة ويتلقاهم بدعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويعرض عليهم أن ينصروا ويؤازروا ليبلغ دين الله عز وجل. ويقول كما جاء في حديث جابر عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه بسند صحيح، يقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني، أي يؤازرني وينصرني ويؤيدني ويعاضدني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. عمل المشركين كفار قريش كله صدود عن دين الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك بلد الله الحرام، يصدون عن دين الله ويمنعون النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله. قال: هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كاذب، لا تسمعوا منه فإنه كذاب، يصد عن سماع دعوته. بل إنهم تآمروا بينهم ولا سيما في المواسم في الطرقات وفي الأمكنة، إذا رأوا غريبا يبثون هذه الدعاية بثا شديدا، فيقولون: محمد مجنون، محمد كاهن، محمد كذا. ولهذا يقول: فكان أحياء العرب يتحامونه، كان أحياء العرب من يقدم إلى مكة من أحياء العرب يتحامون أي يحذرون من الاقتراب منه بسبب الدعاية، يتحامون أي يحذرون من الاقتراب منه، لا يقتربون منه بسبب الدعاية. والطفيل بن عمرو الدوسي مر معنا خبره قريبا، لما وصل إلى مكة وهو رجل لبيب وشاعر ويدرك الكلام ويميز بين الأمور، يذكر من نفسه أنه لما دخل مكة وسمع هذه الدعاية والبث الشديد لها في أرجاء مكة وطرقاتها، يقول: خشيت على نفسي من كلامه، حتى إنني أخذت القطن وسددت به أذني حتى لا أسمع شيئا من كلامه، بسبب الدعايات الكبيرة التي بثها هؤلاء. يقول: ولما دخلت وصرت قريبا من الكعبة ورأيته قلت: أنا رجل شاعر وأميز بين الكلام، ولماذا لأسمع كلامه فإن كان حقا، وإلا لما كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية. قال: فاستمعت إلى كلامه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه من فوره حين سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا من يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليهم الدعوة يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، منهم رأسا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام السب والكلام القاسي، ومنهم من يستحسن ما عنده لكن لا يبدي استجابة، مثل ما سيأتي معنا حديث سويد بن الصامت، يعني ما أبدأ استجابة لكن قال: هذا الذي تقوله حسن. فبعضهم رأسا يسب ويشتم ويستهزئ ويسخر، وبعضهم يستحسن الكلام، يقول: هذا كلام جيد، هذا كلام حسن، لكن لا يبدي استجابة. ومنهم من يستجيب مباشرة ويدخل في هذا الدين ويعتنقه، فكانوا يتفاوتون في هذا الباب. ولهذا يقول ابن كثير: فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه، إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء، من لا تمييز له يصغي إليهم ويقبل هذه الدعاية فيعرض عن النبي
عليه الصلاة والسلام وعن سماع حديثه صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الألباء أي أصحاب العقول والألباب فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموا شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم أي كفار قريش مفترون عليه فيسلمون ويدخلون في هذا الدين. ومن أمثلة هؤلاء من ذكرته في آخر لقائنا بالأمس وهو ضماد الأزدي رضي الله عنه، وذكرت أن حديثه في صحيح مسلم. وقصة ضماد الأزدي وهي في صحيح مسلم جديرة بأن تقيد في هذا المكان شاهدا لقول ابن كثير فيسلمون، مثل الطفيل ومثل ضماد الأزدي وغيرهم ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لدين الله. وعودا إلى قصة ضماد مرة ثانية لتحفظ وتثبت وهي في صحيح مسلم. ضماد يقول: دخلت مكة وكنت أسمع في طرقاتها محمد مجنون محمد مجنون، أسمع ذلك، فقلت في نفسي إنني رجل راقي، فإن رأيت هذا الرجل لأرقين لعل الله يشفيه على يدي. فأصبح حريصا على أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يلقاه من الجنون الذي ينسبه إليه هؤلاء الكفار. يقول: فلما رأيته التقيت به قلت له: إنني رجل راق وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني ما رأيك أقرأ عليك لعل الله يشفيك من هذا الجنون الذي يزعم الكفار، هل لك في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ضماد رضي الله عنه، وأيضا يقال ضمام بالميم، قال رضي الله عنه: فقلت له: أعد علي كلامك هذا، فأعاده. فقلت: لقد سمعت كلام الكهان والسحرة والكهنة والمجانين، ما هذا من كلامهم، والشعراء ما هذا من كلامهم، ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، مثل ما نقول نحن الآن كلامك دخل في الصميم. بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني مثل قولنا دخل كلامك في الصميم في العمق. أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. وانظر الآن، يعني جاء إليه ليرقيه من الجنون الذي يزعمه كفار قريش. وهنا أيضا خذ فائدة مهمة يحتاج حقيقة الداعي إلى الله أن ينتبه لها. رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أنا راقي وعندي معرفة بالرقية وأريد أن أرقيك. تخيل لو أن داعية يأتي رجل ويقول له مثل هذا الكلام، هذا كلام يطيش العقل، يطيش العقل، يعني ما يحتمل أي إنسان. فبكل هدوء وبكل رفق وبكل سكينة يحمد الله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده، وإلا هذا أمر ما يحتمله. لكن مما آتى الله سبحانه وتعالى نبيه من الرحمة والرفق والحلم والأنات والنصح، بكل هدوء حمد الله هذا الحمد وأثنى على الله هذا الثناء، مما كان له الأثر العظيم على ضماد. قال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك، لأنه كان سيد قومه. قال: عني وعن قومي. وكانت خطبة الحاجة إن الحمد لله سببا لإسلام ضماد وقومه، كانت سببا لإسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه وقومه. فهذه قصة عظيمة ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى فلم يستجيبوا ولم يتأثروا بتلك الدعايات المغرضة التي يقصد بها الصد عن دين الله تبارك وتعالى.